فين الحكمة لما تربينا على ان الزواج هو النوم بس؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان اقول لك قال الله جل في علاه: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يعني الله سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع ادم، فاصل الخلقة ده سبب من اسباب وجود السكينة القلبية لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني لما يحصل الزواج ويحصل فيه التوادد والتقارب اللي منه العلاقة الزوجية بيحصل وجعل بينكم مودة، أو ده من المودة ورحمة. التوادد والتقارب ده يؤدي إلى الرحمة، ولذلك قال الرازي في تفسير هذه الآية: وليس ذلك بمجرد الشهوة فإنها قد تنتفي ولا تنتفي الرحمة. والغضب كثير الوقوع وهو مبطل للشهوة، والشهوة ليست دائمة في نفسها. ولو كان ذلك بمجرد الشهوة يعني الرحمة، لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه. إزاي أنت ما فهمتش إن العلاقة الزوجية هي جزء من المودة اللي يؤدي إلى الرحمة؟ أو وقعت في التناقض ده. ومن غرائب بني آدم في الباب ده إن هم انقسموا مجموعتين: مجموعة العم سام وأصحابه اللي هم يقول لك إيه، مفيش بقى، مفيش سكينة، ما تقوليش سكينة ولا المودة ولا رحمة ولا القرف ده، هو مجرد النوم بس، فأداهم ده إلى الفواحش. ومجموعة المسلمين اللي هم بيخافوا من ربنا فبيحاولوا يلتزموا في الباب ده، ولكن من آثار العم سام عليهم وضعف الإيمان أداهم ده اللي هم يضيفوا بس ورقة الزواج، حتى ما يفهموش حقيقة الزواج، ثم يقع في كل بقى التناقضات ده لو نجا من إيه؟ من الفواحش. ولذلك صدق الله لما قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.